السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كتبت لي في التعليقات إن هم عندهم مشكلة في موضوع تقل الزراير، بيبقى ساعات أغلبية الأجهزة في تقل بيبقى في الزراير جامد جدا، بتفضل تدوس لازم يعني بيبقى خلاص على وشك إن أنت تكسره علشان يظبط معاك أو مثلا يديك الرقم اللي أنت طالبه. تمام، طب إحنا إزاي هنحل المشكلة ديت بطريقة سهلة من غير ما نحتاج إن إحنا نجيب مثلا فني أو مهندس صيانة ياخد مننا تكاليف كبيرة؟ فانا اعلمك دلوقتي ازاي انك تقدر تحل المشكله دي بنفسك من غير ما تحتاج لحد. بس اول حاجه عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو. ركز بقى معايا في الفيديو دوت، لان انا دلوقتي هعلمك طريقه البانل بتاع ال 40 35، طريقه فك وتصليح الزراير. وان شاء الله في فيديو قادم هعلمك برضو البرينتر ال 50 وال 40 وكده. اول حاجه هنعملها بيبقى في هنا في شريط فوق، تمام، من الحرف كده، حرف بنشدوه كده بيطلع معانا. تمام، دي اول حاجه. بعد كده بنطلع الكفر والعلامات اللي هي بتاعت الكتابة دي، بيبقى فيه واحدة انجليش وواحدة فرنساوي. تمام، ادينا طلعنا الاتنين، فبيظهر قدام البانل زي ما انت شايف كده، بيبقى فيه مسمار واحد موجود هنا. طبعا البانل كله تراب زي ما انتم شايفين، وده طبعا بيأثر كتير قوي على الزراير. فاحنا ايه، هنفك المسمار اللي موجود في الجنب هنا. تمام، طلعنا مسمارنا حطيناه على جنب. ده البانل. فكه ازاي بقى؟ بتجيب مفك عدة وتبدأ هو يعني نظام كليبسات كده، تنطره حاجة بسيطة. هو زي ما انتم شايفين كده البانل كله بقى ايه طالع معايا. طب ايه اللي رابط البانل؟ بيبقى عندك هنا كابلين من ورا. لو ركزت كده في البانل من ورا هتلاقي ادي كابل، بشيل الكابل الاولاني ده وبلاقي كابل تاني صغير، فبقوم جاي شايل الكابل ايه التاني. اصبح كده البانل قدامنا اهو. تمام، وفي مشكله بقى في الزراير، هي كلها شغاله، انا متاكد ان هي كلها قدامك شغاله بس بيعلق. تمام، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، ست زراير، ست مسامير قصدي. دلوقتي عايزين ايه، نحل الست مسامير دول. تمام، اول حاجه بنفكوه. المسمار دوت بيبقى مكتوب جنبه علامه دبليو، عشان لما هو الوحيد اللي بيبقى بسوسته هتلاقي جنبه علامه الدبليو. تمام، طبعا وانت بتتفرج على الفيديو اشتراكك يهمني، يعني عشان انا بتعب جدا والله علشان اقدم لك المحتوى. طبعا كل اللي محتاجه ان حضرتك تدعمني باشتراك ولايك للفيديو علشان برضو يوصل لاكبر عدد وناس ياما تستفاد من الفيديو. يا رب ما اكونش مقصر معاك في حاجه. وفعلا انا في ناس ياما كتبت لي في التعليقات ان هي بيبقى عندها المشكله دي. ادي واحد اتنين تلاتة اربع بنات. تمام، بايدينا كده بنة تانية تالتة بطريقة برضو بسيطة كده من غير ما تبقى تتعامل بعافية معاها. فك كل ايه البنات اللي في الجنب دي علشان تطلع معاك. ادي اهو البانل بتاعنا. الفكرة بقى كلها في الزراير. تمام، احنا اول حاجة لازم نعمل لها صيانة، بحيث مثلا ايه، يعني في ناس بتستخدم اقاي وفي ناس بتستخدم ترابنتينا، بس يعني انا هديك نصيحة علشان نعرف ان انت مش محتاج مهندس صيانة ومش محتاج كل الكلام ده وعايز تحل المشكلة بنفسك. هتجيب شوية بنزين. لو حضرتك عندك بنزين، ده بنزين، ده شوية بنزين انا جايبهم من مكنة دراجة بخارية يعني. هاجي على الزراير اللي بتكون معلقة في نص الزرار، هقوم جاي مدي نقطة وهتك عليه، افضل اتك عليه كده مثلا ايه كام مرة، واقوم جاي حطيت له تاني وعامل كده على كل الزراير. كل زرار هعدي احط له نقطة، كل زرار هقوم جاي حاطط له نقطة زي ما انتوا شايفين كده، نقطة نقطة نقطة، كل عليها احط له نقطة. اصبح كده ان انا كل الزراير بقى واصل لها ايه البنزين ده. البنزين ده بقى بيظبط اللوحة ازاي. لما مثلا بعد ما تركب ان شاء الله البانل، بتفضل تدوس شوية على الزرار، شوية متواصلين كده على الزرار، بيبقى معلق معاك. وبعديها ان شاء الله بيظبط وبيبقى كويس جدا وهيظبط معاك. طبعا ركبه تاني ازاي برضك ايه، انا معاك مش هسيبك لحد ما نرجعه نركبه تاني. تمام، طبعا اهم حاجة البانل ده، لوحة الزرار اللي قدامك دي لازم كلها برضو ايه تفكها وتنضفها هنا من الحروف. لو ملموم عليها اي تراب او اي حاجة بتقوم جاي مطلعها منضفها برضو، لان هي ساعات برضو تكون سبب التعليم من الجناب كده في فرشة برضو فيها بنزين او فيها تربنتينة او ايا كان.
وبتبدأ ان انت تنضف كل الزراير البلاستيك ديت بطريقة كويسة. نرجع بقى ان احنا نركب البانل بتاعنا تاني. دوس عليها كده، اصبح الكليبسات ايه، رجعت مكانها تاني. اول حاجة بتركبها اللي هو مسمار الباور، مسمار بسوستة اول حاجة. تمام، بيبقى فيه علامة 2 دبليو جنب بعض اهو، عشان ده طبعا انت هتتلخبط فيه. بعد كده ترجع تركب ايه بقية المسامير بتاعتك الطبيعية عادي. كل ده طبعا من غير بقى ما تروح تضطر ان انت تجيب لك مهندس ويقول لك اصل الزيارة مثلا هتتكلف قد كده، علشان انت مثلا عندك زرار التصوير بيعلق. انا عارف ان هي مشكلة بتبقى يعني بسيطة، بس بتضايق ناس كتير. موضوع ان انت تدفع للفني او للمهندس برضك بيضايق اكتر. وبعدين يعني احنا عاملين القناة دي علشان نقدر نساعدك ان انت تحل كل حاجة بنفسك، ما تبقاش محتاج لأي حد. مش هنسى يعني، ما تنساش هقولك تاني اللايك والاشتراك. تمام، هنرجع بقى نركب كابل الفلاتة بتاعنا. اول واحد اهو هنركبه، تاني واحد، تمام. ادي كده احنا ركبنا ايه الاتنين. بندخلها الاول من جوه اهو. معلش انا اسف لو التصوير بس مش متظبط شويه. تمام، بعد كده هنرجع نربط مسمارنا اللي احنا فكيناه. بس طبعا بتنضف دي الاول بحته كهنه كده او حته خرقه او بفرشه سنان. هنقفل. بعد كده نرجع نركب الحاجات بتاعتنا تاني، الستيكر. كل ده طبعا بتمسحه وبتنضفه لما انت بتيجي تفك. ده اهم حاجه ان انت تنضف كل حاجه انت بتعملها. بس انا بقى عشان الفيديو ما يبقى سريع وما ياخدش وقت في الشرح، بنرجع البلاستيكه بتاعتنا. واول ما بتشغل بتشوف ايه الزرار اللي كان معلق وتفضل تتك عليه كده شويه. 8 مثلا كانت معلقه معايا، بفضل اتك كده عليها شويه مثلا والبرينتر مقفول واحنا طافينه، تكه كده عليها شويه. بعد كده ان شاء الله بتظبط، تلاقي الزرار بعد كده باللمسه بقى بيشتغل معاك. طبعا مش هنسى اقول لك تعمل اشتراك للقناه لاخر مره علشان تدعمني. واكاديميه اسكندريه جزم مكتبيه بتساعدكم في اي حل لاي مشاكل. والسلام عليكم ورحمه الله.